الآن الذي يطرح نفسه ويطرحه هؤلاء الناس يقولون هل القرآن ناقص؟ إذا حتى جاءت السنة وكملته نقول لا، القرآن كامل والسنة أيضا كاملة، ولكن القرآن وحده لا يكفي والسنة وحدها لا تكفي، فالقرآن والسنة دين الله. فلو جئنا بالقرآن لا نستطيع أن نصلي ولا نصوم ولا نحج بيت الله عز وجل ولا نعلم مقدار الزكاة. وهذا أنا أتكلم على ماذا؟ على أركان الإسلام. ما تكلمنا في الأمور الفقهية الدقيقة، نتكلم فقط على أركان الإسلام الأربعة الأهم العملية، نأتي بالتفاصيل من كتاب الله عز وجل لا يستطيع إنسان أن يطبقها إذا ما عاد إلى السنة. فالقرآن كامل والسنة كاملة وكلاهما منهج الله سبحانه وتعالى. كما أن الآن في المدارس مع فارق التشبيه هناك كتاب للجغرافيا وهناك كتاب للرياضيات وهناك كتاب للعلوم، فهذا كامل وهذا كامل وهذا كامل، لكن لا يتم المنهج إلا بكل هذه الكتب مع بعض، كلها عندما تجمع تكون منهج كامل. وكذلك الكتاب والسنة هم منهاج كامل لله عز وجل، لدين الله عز وجل. هؤلاء الناس يستغلون جهل الناس ويطعنون بالسنة بحجة أنها في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة فلا نأخذ منها. يقول نأخذ من القرآن وهو نبع صافي. وأعيد وأكرر، هؤلاء كاذبون يريدون الوصول إلى القرآن من خلال السنة، ولكن لا يتجرؤون بالقول بالقرآن أمام المسلمين. أي مسلم لو كان المسلم سكير، لو كان مسلم عربي، لو ذكر الإنسان أمامه القرآن أو ذكر أمامه الله أو رسول الله يحزن ويزعل ويغضب. فلذلك لا يتجرؤون حتى لا ينفرون الناس، فيبدأون بالطعن بالسنة بحجة بأن الضعيف، فيبدأون بالبخاري ويبدأون بمسلم، وهذه الكتب قد اعتمدتها الأمة وأقرت بصحتها. لا نقول هي كالقرآن ولكن أقرت بصحتها، فيبدأون بالطعن بهذه حتى يسحبوا منك فهم السلف وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن ويضعون محله فهمهم. فهم يسمون أنفسهم عقلانيين وتنويريين، والله هم ظلميون. فيبدأون بالطعن بالسنة والتشكيك بكتاب الله عز وجل. ونحن مأمورين باتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو قدوتنا، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا للناس. فجاء هؤلاء الناس وأرادوا الطعن في السنة وإبعاد الناس عنها ليضعوا يعني ما تمخضت به عقولهم أمامك ويجعلوه لك دينا تمشي عليه، فيقولون الحجاب ليس واجب والخمر ليس حرام والاختلاط ليس حرام والزنا ليس حرام والربا ليس حرام من أمهات أفكارهم. فلا بد أن نحذر ونحذر أولادنا من هذه الطفيليات. في كل زمان يخرجون إلينا ويبدأون بالطعن بكتاب الله عز وجل بنفس المنطق. لو أردنا أن نجيب عليه من نفس المنطق، كما تقولون بأن السنة فيها الضعيف وفيها القوي، أيضا القرآن الكريم كثير من الناس حرفوه لمعاني كثيرة. الآية الواحدة حرفوها ل20 معنى، فهذا محرف وهذا محرف في أعينهم. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر كلمة الذكر في كتاب الله لا يعني فيها القرآن بل القرآن والسنة. فكل شيء يذكر بعضنا البعض هو ذكر. فالله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فسخر الله لهذا الدين رجالا يذبون عن دين الله عز وجل وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم.